والنهارده كان يوم مهم جدا في المشروع لانهم استلموا اول دفعه من الواح السقف المعدنيه، والالواح دي مطليه بطبقه حمايه عشان تتحمل عوامل الجو وتحمي المبنى من الصدى. كل لوح معمول بمقاسات دقيقه على حسب ابعاد السقف، وده بيضمن ان التركيب يكون بدون فراغات او تقطيع كتير. بداوا عمليه تركيب الالواح المعدنيه، كل لوح بيتحط بيتداخل مع اللوح اللي جنبه عشان يمنع تسريب الميه، وثبتوهم بمسامير في السقف كمان، ونزلوا عشان يشتغلوا على الأرضية. بدأوا يصبوا خرسانة على الأرض كلها وفردوها وبعدين سووها ببعض. ودلوقتي هيبدأ في تركيب الأحجار الصناعية في الجدران الخارجية. أول حاجة ركب زاوية في الجدار من تحت عشان يساعد في تثبيت الأحجار. بعد كده هيبدأ يرص الأحجار واحدة واحدة. ركبوا الصف الأول بدقة وتأكدوا إنه راكب باستقامة، لأن أي ميل في الصف الأول بيأثر على كل اللي فوقه. وفي النهاية ركبوا 4 صفوف من الحجر بإجمالي ارتفاع 82 سنتي، وبعدين ركبوا الكاب العلوي اللي بيغطي الجزء النهائي. وفي نهاية اليوم كان الجزء ده من الجدار خلص بالكامل بالحجر، هو وأرضية البيت الخرسانة. واليوم اللي بعده استكملوا تركيب السقف، وفي الجزء العلوي ركبوا مظلة من الصاج، ودي مهمتها إنها توجه مية المطر على جوانب السقف.